ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة، والنهاردة بقى هنعمل سمنة بلدي. طبعا السمنة البلدي غليت قوي، فقلنا بقى نعملها في البيت بأسهل طريقة ممكن تخيليها. بصوا جميلة ازاي ومرملة، ولا ريحتها بقى والله ما تفرقها بالظبط عن السمنة البلدي. بصوا الكمية اللي انا هي دي الكمية اللي طلعت معايا. هوريكم برضك احنا هنعملها ازاي. ما شاء الله، ملت برطمان كامل كبير وملت برطمان نص شوية، بحاجة بسيطة جدا انت اي حد بيستخدمها في البيت. معانا بقى طبعا اللبن البلدي، واهم حاجه في اللبن البلدي يكون اللبن بلدي حلو عشان يطلع معاكي قشطه كويسه. هتغلي اللبن وتسيبيه يبرد وتشيليه في التلاجة، وتطلعيه بقى تاني يوم شيلي القشره من عليه. هيبدا بقى يشيل معاكي، بص هيبقى عليه وش كده قشطه، هو ده اللي هي احلى. يعني عشان يديكي نتيجه كويسه لازم يبقى اللبن بلدي كويس، يديكي يعني قشطة حلوة. هنبدأ بقى نكون القشطة بالشكل ده، وكل ما تعملي اللبن حوشيها بقى في طبق وشيليها في الفريزر. معانا بقى هنا كده حلة، خليها سخنة وتبدأي بقى تحطي على القشطة. ابدأي بقى حوشي القشطة دي في الفريزر. كل ما عندك لبن حطيها في الطبق وشيليه في الفريزر عشان بس ما تبص معاكي بره. هنولع بقى عليها، ومعانا هنا بقى زي الزيت هنحطها بقى معاها من البداية خالص. يعني لسه يا دوبك انا فضيت يا دوبك الطبق، وهحط بقى معاها زي الزيت. وخلي النار متوسطة، ما تخليش النار عالية قوي. يلا اعملي بقى لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. هتشوفوا بقى بصراحة، يعني هتعملي احلى شوية سمنة بلدي في البيت بأسهل طريقة. طبعا كلنا اكيد يعني في ناس بتجيب لبن بلدي، فانتي بتاخدي منه القشطة تعملي سمنة، وفي نفس الوقت بتبقى عندك اللبن كده. بدأنا بقى ايه، بصي يعني بدأت بصي تعمل وش زي كده. كل 5 دقايق ابدأي قلبيها، كل 5 دقايق ابدأي قلبيها، وانا مصوراكم كل المرحله لحد الاخر. بصوا بدات تعمل ازاي. سيبيها يعني سيبيها، بس اهم حاجه خلي النار متوسطه، ما تخليهاش عاليه قوي. او لو انت عندك عين في البوتاجاز صغيره بتاعه القهوه حطي بردك عليها وخلي النار متوسطه بتاعتها. لو انت بقى مثلا مستعجله وعايز تعملي مثلا سمنه بلدي قبل رمضان، عايز تعمليها يعني قبل رمضان الوصفه دي، هاتي كميه لبن وابدأي اغليها وشيلي من عليها القشطه، وبعد كده اعملي زي ما احنا عملنا كده بالظبط، وعبي بقى اللبن في اكياس عادي في الفريزر زي ما انت عايزه. بصي بقى كده بدأت تعمل ازاي. بدأت بقى تغلي، والقشطة نفسها تبدأ بقى تنزل السمنة اللي فيها وتبدأ تنشف معاكي. بصي ما شاء الله بدأت تفصل بقى السمنة بدأت تفصل عن القشطة. هتلاقي القشطة تبدأ تعمل كور صغيرة كده وتبدأ معاكي تحمر. تحفة يا جماعة، لازم بصراحة تجربوها، والله اكتر من رائعة وريحتها تحفة. لو انتي بقى عندك سمنة بلدي حتة صغيرة، معلقة صغيرة بس من الزبدة البلدي حطيها. ماما هنا بتقولي لا خدي وريهم انتي في الكاميرا وحطيها. ايه ده بقى، الماما دعوة حلوة كده، عشان هي بصراحة هي اللي بتعمل الوصفة دي. يعني هي اساس الموضوع بصراحة. فدولة دعوة حلوة، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لنا. عندك حتة زبدة بلدي حطيها، ما عندكيش هي مش هتفرق خالص في الطعم، والنتيجة هي زي ما انت هتشوفيها بالظبط. يعني مش هي دي اللي عملت، يعني مش هي دي اللي هتديكي النتيجة، لا خالص. هي النتيجة هتطلع لو انت ما عندكيش زبدة بلدي هتطلع في الاخر هي. حطينا بقى حتة الزبدة دي، بصوا بقى عملت ازاي. لو حد بقى بيسيح زبدة، هي دي النتيجة اللي المفروض هي تقفلي عليها. هنديها بس غلوتين وخلاص نبدأ نقفل. بصوا شكلها جميل ازاي. خلاص بقى هي كده خلاص خلصت.
هنطفي بقى عليها وتعينيها من على النار. ليه؟ عشان لو سبتيها هتبدأ تغير لونها. بصي كده انا طفيت عليها بس برضك شايله سخونيه. هتسيبيها بقى تبرد ومعاكي بقى برطمانات بقى نضيفه. ماما كانت عندها سمنه بلدي يعني مكان البرطمان ده، فقالت لي مش مشكله، حطينا بقى طبق عشان السمنه بس يعني ما تنزلش من على البرطمان تبهدلك الحاجه. حطي البرطمان في طبق، يقوم لو في اي حاجه نزلت تنزل في الطبق. هنعبيها بقى خلاص بالشكل ده. بصي دي بقى القشطه اللي طلعت، يعني ما بتتاكلش، دي مش مرطه. انا بوريكم بس شكلها، بصي بيبقى لونها عامل ازاي. شوف بقى في الاخر ما شاء الله جميل ازاي. ترميله يا جماعه، والله بجد سمنه بلدي، سمنه بلدي تحفه جدا. تسلم ايدك يا ماما.